يمكن انا بالنسبه لي شايف ان مارسيل كولر بالنسبه للنادي الاهلي قدام الزمالك، الراجل مش هيغير لا في سيستم ولا طريقه اللعب اللي بتميزه خلال الفتره الاخيره. الاهلي بيلعب 4-3-3، في بعض الاحيان الطريقه كانت بتتحول ل 4-2-3-1، لعب بيها في دوري ابطال افريقيا ولعب برضه بيها في كاس العالم للانديه عشان يحاول ان هو يغطي على الدفوهات والمشاكل اللي كانت موجوده عنده، لان هو كان مجبر في ظل الغيابات والاصابات والنقص العددي، وان كان في بعض العناصر كان عندها هبوط شويه في المستوى. لكن انا بالنسبه لي شايف ان التشكيل مش هيخرج عن المجموعه دي: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، اتنين مساكين محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، اتنين اظهره علي معلول ومحمد هاني، والتركه الوحيده هي اللي ممكن تحصل في منطقه نص الملعب على حسب كولر هيلعب بشكل عامل ازاي وهيبقى عايز ان المباراه، نظرا لان الزمالك اصبح القوه الضربه عنده موجوده في نص الملعب: عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد سيد زيزو. ممكن يلعب بلاي ميكر لو الراجل فكر ان هو يلعب شيكابالا وعبد الله السعيد الاثنين مع بعض ومصطفى شلبي، فهيضطر ان هو يحط زيزو تحت سيف الدين الجزيري. فكولر ممكن يلعب بكوكا من البدايه جنب مروان عطيه، الاثنين يشتغلوا بالشكل ده، ويحط قدامه امام عاشور ويحرر امام عشان امام يشتغل مع حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، يبقى عنده قوه ضربه تتمثل في هذا الرباعي وبيكملهم كوكا، وفي نفس الوقت لما يرجع يدافع يبقى ضامن على الاقل ان الاثنين دول موجودين ستاره قويه قدام رباعي خط الظهر، وفي نفس الوقت يدي حريه برضه للراجل ده اللي بيمثل له قوه ضربه في الاجزاء الهجوميه علي معلول، ويشكل الجبهه القويه اللي فيها هنا امام عاشور وفيها هنا حسين الشحات بالربط طبعا مع كهربا، ونفس الكلام بيميل عليهم والكره الناحيه الثانيه بالنسبه لبيرسي تاو، ويبقى برضه ضامن الناحيه الثانيه ان يبقى في مسانده دفاعيه كويسه مع محمد هاني، لان مصطفى شلبي برضه بيشتغل بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك الفتره الاخيره. ان لم يكن لو الراجل فكر بشكل مختلف ممكن بقى يلعب بالطريقه المعتاده، يحط هنا مروان عطيه ويحط هنا امام عاشور وعمرو السوليه وحسين الشحات وبيرسي تاو ويلعب بكهربا، وده الشكل الكلاسيكي اللي متعود عليه النادي الاهلي الفتره الاخيره في ظل طبعا غياب اليو ديانج، وان بدا الراجل يدي فرصه لعمرو السوليه ويحاول يجهزه لما هو قادم.